مجموعة من طلاب الجامعة ابتدوا يفكروا مع بعض، ويمكن هذا التفكير يعني تفكير جديد. هم عايزين مدينة يعني خالدة، مدينة فاضلة، هي اليوتوبيا. يا ترى ده ممكن يحصل على أرض مصر؟ طبعا كلنا شايفين المشاكل، كلنا شايفين الأخلاقيات قد إيه أحيانا تدنت بشكل كبير، وبنشوف ونسمع ألفاظ مش بنحبها، ولكن هؤلاء الأطفال الشباب الطلاب فكروا مع بعض وقالوا لا، احنا رافضين الوضع اللي موجود ده. ويمكن الجدير بذكر ان هؤلاء الطلاب يعني قدموا الفكره دي قبل الثوره مباشره، كانت في 2010. هنتعرف مع بعض على المدينه الفاضله اللي بيتبناها الشباب وعايزين يشوفوها على ارض الواقع في ارض مصر، واحنا فعلا نتمنى ده من خلال كل الشعب المصري باذن الله، ويا ريت ننفذ اللي هم بيحلموا بيه. اهلا بيكم معانا. اهلا وسهلا. عمرو ابو النجا وسهير أسامة وأسماء. أسماء إيه؟ حسن. كلكم طلاب في هندسة القاهرة. طب نتعرف في البداية زي يعني ناخد بقى معلش هنختم بيك يا عمرو. أسماء، قولي لنا بقى ازاي الفكرة دي وفكرتوا فيها ازاي؟ وطبعا بنقول 2010 كانت البداية. هي في البداية احنا كنا طلاب في كلية هندسة جامعة القاهرة، كنا في ثانية اتصالات، خدنا كورس مع دكتور شريف عبد العظيم مؤسس جمعية رسالة، كورس اثكس. الكورس دوت لما خدناه حسينا ان احنا ما ينفعش يقف عندنا، لازم نبتدي ان احنا ننشر اللي احنا اتعلمناه فعليا. فكان احسن سن ممكن ننزل له هو المرحله بتاعت اعدادي، لان المرحله ديت هي اللي بتبتدي فيها تكوين الشخصيه. فكانت ديت اكتر حاجه مناسبه ليها، وسهل ان انت تاثري فيها وتقنعيها بالموضوع دوت. وكان هدفنا يعني هدفنا في البدايه ولحد دلوقتي رفع المستوى الاخلاقي والوعي الاخلاقي في المجتمع. يعني انتوا كنتوا في البدايه مع جمعيه رساله في بدايه نشاطكم الخدمي؟ لا، هو احنا ما كناش تبع جمعيه رساله، احنا دكتور شريف عبد العظيم هو اللي كان يعني الموحي لينا بالفكره. يعني بس الفكره كلها ان لا، احنا حاجه منفصله تماما عن رساله، بس طبعا يعني دكتور شريف عبد العظيم معانا. يعني من خلال الكورس ده حسيتوا بشعوركم بان انتوا في حاجه فعلا، ان انتوا تعملوا حاجه خاصه بيكم وليكوا افكار خاصه بيكم. ازاي بقى بداتوا تبلوروا هذه الافكار؟ طيب، واحنا يعني زي ما اسماء قالت كده، اول ما خدنا الكورس حسينا ان هو مش عايزين يقف عندنا وبس. انا برضو عايزه اقول ان جمعيه رساله اتعملت برضو من 99 بعد ما دكتور شريف ادى برضو طلبه هندسه ثانيه اتصالات نفس الكورس. فهو كورس بصراحه يعني الواحد بيحس ان هو ما ينفعش ان هو يقف عنده، ولازم يعمل حاجه بعد لما يتعلم الحاجات اللي احنا اتعلمناها. فالناس اللي تحمست بقى لفكره ان احنا نوصل الافكار دي، عملنا زي ميتنجز كده كتير، ويعني نعمل ايه ونوصل الكلام ده ازاي. فلقينا ان انسب حاجه ان احنا ننزل لطلبه المدارس. دي كانت اول حاجه ابتدينا بيها، حضرنا مواضيع سيشنز ننزل بيها للطلبه وكده في المدارس. دي كانت اول حاجه ابتدينا بيها. بعد كده يعني احنا دلوقتي شايفين مع بعض فعلا بعض تلاميذ المدارس موجودين على الشاشه. دول اللي ابتديتوا بيهم وهم موجودين فين؟ مدارس بقى كتير بننزل بقى، بناخد موافقات من المدارس ان احنا ننزل لهم. وفي كذا يعني كذا مدرسه نزلنا مدارس كتير جدا يعني. يعني انا شايفه انهم سعداء جدا جدا بلقائكم، وزي ما انتم كنتوا سعداء بالدكتور شريف هم سعداء بيكم. يعني هي رساله بتتوصل من ناس لناس يعني. بالظبط. فده الاساس بتاعنا، هو شغل المدارس. ابتدينا ننزل دور ايتام كمان. الصور برضو علقنا عليها. دي في مدرسه محرم، الصور دي محرم. دي فين، في اسكندريه دي ولا لا في الهرم. لو لاحظنا برضو في الفيديو المعروض دوت كان في ورق هم الطلبه كاتبين لنا عليها انا مش هغش تاني، انا يعني اتاثروا بينا قوي يعني. علق لنا يا عمرو بقى على هنا طالبات سعداء جدا بلقائكم. هنا في السيشن بتاعتنا كان في حلقه عن الغش تقريبا، وهنا في المدرسه بيتكلموا عن الغش. بنتكلم على الغش، وبنشوف الطلبه ازاي بيتعاملوا مع الامتحانات وكده. فاحنا بنعمل استفتاء كده في اول السيشن، فلقينا انتوا بتغشوا ولا لا، فبنلاقي في ناس فعلا بتغش وكده، فبنديهم السيشن ونعرفهم ده اصلا سلوك اخلاقي ولا غير اخلاقي. طيب ده بعد كده لما نشتغل هنقدر نقول في الانترفيو واحنا رايحين الشغل انا نجحت بالغش ولا لا، وهكذا. وعلى اساسه بنقدر نتعامل معاهم اذا كان هم اصلا هيتقبلوا الموضوع دوت ولا لا. في الاخر بقى يوتوبيا سكول ديت المدارس اللي احنا نزلناها. دي اسامي المدارس. بعض المدارس اللي نزلناها. بالظبط. يعني شيء جميل جدا. وبعدين انتوا بتركزوا على السلبيات اللي موجوده في المجتمع وفي اخلاقياتنا وسلوكياتنا مع بعض. بالظبط. زي الغش وزي الكذب وزي الاهمال في الطريق، او يعني عدم يعني اعطاء الطريق حقه زي ما بيقولوا، التحرش والكلام ده. الملكيه العامه في موضوع بنتكلم عن ازاي نحافظ بقى على البلد، ما نرميش، يعني نحافظ على المواصلات، كل حاجه هي بتاعتنا كلنا بنحافظ عليها يعني. فدي من الحاجات اللي بنتكلم معاهم فيها. يعني اختياركم للاسم بقى يا اسماء كان يعني اشمعنى يوتوبيا؟ يعني ما اخترتوش اسم عربي ليه؟ احنا عندنا برضو الاسماء عشان هو يعني هو حلمنا، يعني حلمنا ان احنا نشوف مصر كده، فلقينا ان دوت انسب اسم وممكن يعبر عن الفكره
الفكره اللي احنا عايزين نعملها. فمن هنا جاء اسم يوتوبيا. طيب اخترتوا مقر بقى تجتمعوا فيه؟ هو كل الميتنجز بتبقى في كليه هندسه عندنا في جامعه القاهره. ما لناش مقر، يعني هو احنا في الجامعه لما بيبقى في طلاب. بالظبط. طب انتوا دلوقتي اتخرجتوا، يعني هتتقابلوا ازاي بقى؟ لا هو في لسه بقى، احنا النشاط مكمل الحمد لله. كل سنه بيمسكوا حد، لازم يكون البورد المسؤول يبقى من طلبه الكليه او يعني طلبه عامه، سواء من الكليه او غيرها يعني. بس يبقى طلبه ما اتخرجوش علشان يبقوا يقدروا بسهوله يعني. طب انتوا هنا وضعكم هيكون ايه بقى دلوقتي؟ عادي بعد ما اتخرجتوا. انتوا تقولي طلبه ما اتخرجوش. لا احنا مشاركين عادي بقى، اعضاء. اصلا معانا السنه اللي فاتت ناس متخرجه معانا في يوتيوب شغالين، هم كانوا اتخرجوا قبل كده وشغالين برضو معانا السنه الجايه. مين اللي بيكون ليهم نشاط كده زائد وبيقدر يقدم كل ما عنده؟ اللي متخرج ولا الطلبه اللي موجودين ومشغولين بدراستهم ولا اللي مشغولين بشغلهم؟ كلهم بصراحه بياخد كل الوقت. اصل هو ادم في يوتيوب هو مقتنع جدا بفكره يوتيوب، فهو لو متخرج عنده شغل، بس هو لا، هو عشان مقتنع بالفكره وعايز يخدم المجتمع بشكل ما، فلا ما قالش انا خلاص اتخرجت وبعدت عن الكليه ماليش دعوه بالانشطه الطلابيه ديت فهسيبها، لا. فهو اشتغل وهو الكلام ده كله برده شغال معانا، كان في الساعات اللي هو فاضي فيها في اجازاته ويقدر يساعد ازاي، فبينزل يشتغل معانا يعني. احنا دلوقتي احنا بنعرض فيديو لاصحاب مكان. فاصحاب مكان ديت فكرنا احنا كنا شغل يوتيوب اساسي اللي احنا كنا بننزل في مدارس. قلنا لا، احنا بدل ما نحصر شغلنا بس في المدارس، لا احنا عايزين ننزل للمجتمع بقى. ففكرنا في اكتر مكان ممكن يكون فيه طبقات مختلفه من الشعب، تفكير مختلف، ناس في ازدحام عليها نقدر نقابل عدد كبير من الناس. ففكرنا في فكره اصحاب مكان في المترو. بس نزلنا نتكلموا على الملكيه العامه. الفكره جت من ان احنا اصحاب مكان، فانا صاحب مكان وحضرتك صاحب المكان، كلنا اصحاب مكان. لكن بتلاقوا الوقت ان انتوا تكلموا الناس بتبقى في انتظار المترو ومشغوله ومش فاضيه انها تسمع حد. فكان في فرصه ان فعلا تكلموا الناس في الوضع ده يعني. تمام. احنا في المترو مثلا بيقعد له مثلا 30 ثانيه او دقيقه مع بال بين كل مترو ومترو، فاحنا بنبقى متوزعين كده على الرصيف بحيث الناس اللي تيجي تركب المترو فاحنا بنقعد نكلمهم. وبرده عندنا ناس بتخش جوه العربيات، في العربيات وهي ماشيه بنقعد نكلمهم بقى، ده بتبقى فرصه احسن ان احنا نقنع الناس جوه. بس فبره برده بيبقى في 30 ثانيه بنقدر نوصل لهم الفكره بتاعتنا او اللي احنا عايزين نوصله للناس، بنقدر نوصله في 30 ثانيه دوت. ايوه سهير، انتوا بتلاقوا يعني يعني الناس بتقابلكم كويس، بيكون في صدى للكلام اللي انتوا بتقدموه ده، ولا مثلا ممكن تطلع المترو بيبقى ما حدش سامعك برضه مديكي ظهره، ولا ايه المضايقات اللي ممكن تقابليها في دعواتكم دي للاخلاقيات الجميله؟ والله هو يعني الحمد لله كان اغلبيه الناس، هو علشان الوقت اللي احنا نزلنا فيه كان بعد الثوره، كان الناس عندها قبول قوي جدا ان هي تسمع حد بيكلمها. يعني كلنا عايزين نتغير وعندنا استعداد نتغير، لان كنا حاسين ان في حاجه كبيره في البلد بتحصل، وان احنا خلاص ممكن ان احنا بعد كده نغير من نفسنا. فالى حد ما كان الاستجابه كويسه من الناس يعني، وما كانش بيبقى فيه مضايقات قوي. حتى ما كنا بنطلع العربيات ونتكلم مع الناس كانوا فعلا بيبقوا مبسوطين بينا جدا وبيدعوا لنا وكده يعني. فلا الحمد لله كانت استجابه كويسه يعني الحمد لله. احنا يعني بنشكركم جدا، وهنشوف فيديو خاص بيكم هنتفرج عليه، وبعد نرجع تاني نكمل كلامنا مع شبابنا الجميل اللي احنا بنقدمه لكل شباب مصر. ويا ريت كلنا فعلا ندعو للاخلاقيات الجميله، وده اللي بينقصنا في هذه الايام يعني. شوف الفيديو معنا. طبعا شفنا مع بعض جهود الشباب من خلال وجودهم في محطات مترو الانفاق، شيء جميل جدا. وطبعا تعليقكم ايه على الفيديو ده؟ ومؤكد ان انتم سعداء جدا بالموضوع ده. هو بيفكرنا بقى باول مره نزلنا فيها يعني، دي كانت اول مره نزلنا فيها اصحاب مكان. فيعني ده بيفكرنا باول مره نزلنا فيها، فاحنا يعني مبسوطين بيه جدا. مهمتكم ايه بعد كده؟ ايه المشروعات والنشاط اللي انتوا عايزين تقدموه بعد كده؟ تمام. هو احنا الفتره الجايه ديت احنا عايزين نوصل لمختلف المجتمع كله. تمام. فاحنا قلنا ايه، نزلنا مدارس، قلنا ننزل الطلبه، فقلنا عايزين ننزل للمجتمع في الشارع بقى، نكلم الناس في الشارع. فجات لنا فكره اصحاب مكان. دلوقتي قلنا التسويق الالكتروني والناس بتقعد بشكل كبير قوي على النت، فكرنا في بروجكت كده عندنا اسمه انسان يوتوبيان.
انساني انسان يوتوبيان، اللي هو بقى الشخص اللي هيعيش في يوتوبيا هيبقى شكله عامل ازاي ومواصفاته. انسان يوتوبيا. انسان يوتوبيان بالظبط. دوت بروجكت على النت وكده، اللي هو نعمل بيه دعايه، نخاطب الشباب اللي على النت والناس اللي على النت. هو دلوقتي برضه عاملين حاجه اسمها يوتوبيا اكاديمي. الناس بقى اللي عايزه تاخد الكورس دوت كشباب بقى، ناس كبيره ناس صغيره، تيجي عندنا احنا الويب سايت بتاعنا اسمه www.utopia-egypt.com. هيخشوا عليه هيلاقوا يقدروا يتواصلوا من خلاله علينا لو عايزين يقدموا معانا ياخدوا الكورس او حاجه في يوتوبيا اكاديمي. وممكن يتواصلوا برده معانا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك اسمها يوتوبيا ايجيبت. وفي برده صفحه لينا اسمها بالعربي اصحاب مكان بالعربي. يعني طبعا دي كلها عناوين يا ريت نقولها بالراحه برضه عشان الناس تلحق تكتبها حتى. اسماء، يعني قولي هل ليكوا مجلس اداره واللي فيه يعني تكوين ليكوا بقى، ولا كلكم كده في قلب بعض؟ لا، هو من ساعه ما بدانا واحنا كان لازم نتقسم علشان نعرف نشتغل نبقى بشكل منظم. فاحنا في المفروض رئيس ليوتوبيا، وبعد كده في تحتيه كذا يعني نائب ليه، وكل نائب مسؤول عن لجنه معينه. عندنا لجنه البحث، وعندنا اللجنه الاكاديميه، وعندنا لجنه الميديا، وعندنا لجنه تنظيميه. فلا يعني الموضوع منظم من البدايه علشان يمشي صح يعني. طب ايه المشاكل اللي بتقابلكم دلوقتي؟ انتوا اتكونتوا وفي تكوين فعلا ليكم، لكن ممكن التكوين ده يتفكك، كل واحد يروح في حاله من الشباب والطلبه. هل بتقابلوا صعوبات معينه؟ لا، هو الحمد لله يعني احنا اللي بيخش يوتوبيا فعلا اللي بيبقى عايز يكمل فيها هو ده اللي بيبقى متحمس للفكره وعايز فعلا يبقى يوصل الفكره ويكمل بيها للسنه اللي وراها. فالحمد لله لا احنا مش خايفين من حاجه زي كده. حتى احنا برضو رغم ان احنا اتخرجنا ان شاء الله ناويين نكمل، واي مشكله هتحصل هنبقى موجودين ونحاول نساند فيها الناس اللي موجوده. المشاكل التانية ممكن تقابلنا ساعات في المدارس بقى لما بنروح ناخد موافقات وكده، شويه بيقابلنا صعوبات ان الناس تفهم احنا بنعمل ايه بالظبط، او احنا تبع مين، او جايين نعمل ايه. فاوقات بيبقى في رفض شويه من ادارات المدارس لينا، بس الحمد لله بنحاول نقنعهم ونتغلب على المشكله دي. ايوه عمرو، ايه اهم المحفزات اللي بتخليكم تواصلوا برضه في طريقكم ده؟ يعني ايه السعاده اللي ممكن تضاف ليكم يعني؟ تمام، هو زي ما شفنا في الفيديو اللي اتعرض من شويه كان في ورق الطلبه اصلا بيكتبوا لنا. انا مثلا لو ادينا مثلا سيشن عن غش يقولوا انا عمري ما هغش تاني، اوقات بكون ويمضي كده تحت اسمه يقر بالظبط كده. مثلا واحنا في حمله اصحاب مكان بنلاقي بقى رد فعل دوت على طول كده بيننا وبين الناس. انتوا بتنشروا فكره كويسه جدا، ويا ريت كل شباب مصر زيكم كده، وفعلا هنستجيب ليكم. ومثلا برضه في المدارس ممكن الابهات وامهات الاولاد يتصلوا بينا ويشكرونا على اللي احنا بنعمله دوت، ويبقى في تواصل مستمر بيننا وبين بعض يعني. طب بالنسبه للمترو، يعني ايه الافكار اللي نشرتوها في المترو؟ هي اساسا المفروض ان انت بتبقي هدفك انك تنشري اصلا الفكر التنظيمي، يعني ان احنا لو مشينا بنظام، مش بس اطلع من الباب دوت وما تطلعش من الباب دوت، لا لو مشينا بنظام احنا هنوفر وقتنا في حاجات كتير جدا. فكان الفكره كلها ان نشر الفكر ان احنا نبقى منظمين اكتر، والوعي اخلاقي. يعني انا بحاول على قد ما اقدر اوصل قيم اخلاقيه، حاجات المفروض ما اعملهاش وانا موجوده في المترو، المفروض التزم بايه وانا في المترو. فدوت كان من اهدافنا يعني يمكن الحاجات اللي احنا قريناها واستقنا ليها جدا. لقينا بعض الصور في المترو برضو بنجد ان الرجال بيقتحموا عربات المخصصه للسيدات وبكل جرأة ووقاحة يعني. تمام. فانتوا فين دوركم بقى هنا في الحاجات اللي زي دي؟ هو احنا كان في حد يعني العمليه استشرت يعني هو احنا فعلا يعني قابلنا موقف زي كده. فكانت واحده من الناس معانا يعني، فهي بتقول للستات انتوا ازاي سايبينه يعني، حتى عشان الستات هم يبقوا ايجابيين، مش بس ان انا يعني اقول للرجاله ما تركبوش، لا انت حتى الستات اللي جوه المترو لا لو لقيتي دوت ما تسكتيش عليه. وفعلا دلوقتي الستات الحمد لله يعني ما لا بقى في بالظبط ووعي الموضوع ده، ما حدش بقى بيتكسف، لان فعلا هو غلطان يعني. ومع وجود الاسلحه بقى في الجيب والبتاع، هو طبعا في تخوف برضو يعني. هو طبعا دي مشكله ثانيه، بس يعني في الكيس اللي هي ما فيش بقى حد اعتداء باسلحه او حاجه، لا الستات بتقف يعني وبتقول للرجاله ينزلوا من العربيه. بس للاسف هو اصلا يعني ما فيش وعي اخلاقي عند الرجاله، يعني ما فيش احترام للخصوصيه اصلا. يعني هو لو في بيته اصلا مش هيحترم خصوصيات الناس قرايبه او اي حاجه. فهو وعيه الاخلاقي كده مش عارف في حاجه ناقصه مثلا. احنا يعني زي ما قلنا احنا اصحاب مكان، فانت تعامل في المجتمع او في اي مكان في البلد زي ما بتتعامل في بيتك بالظبط. انت بتتعامل مثلا بتحافظ على المكان، بتحافظ على الناس اللي عندك في البيت اهلك، فلازم بالظبط زي ما بتتعامل في البيت كده تتعامل في المجتمع. اهلك يعني دولت اصلا اهلك كده وناسك وكده بالظبط. فهي دي نفس الفكره يعني. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، وطبعا يعني هي فكره محموده ليكم، يعني سنه حسنه زي ما بنقول احنا في رمضان دلوقتي، واللي بيعمل سنه حسنه او خلق حسن ده ليه اكتر من اجر يعني ان شاء الله. وبعدين بينتقل بقى يعني لكل الناس اللي حواليه. يعني نتمنى بقى ان الناس كلها تبقى في عدوى كده منكم يا شبابنا يا رب ان شاء الله. يعني يمشوا على نفس الخطى اللي انتم بتقوموا بيها، ونتمنى الانتظام والعمل والجد بقى. حياتنا اللي جايه دي محتاجه كل الجهود دي وكل الافكار الجميله، صح ولا لا؟
عايزين كل واحد يطلع، يبقى يخاف على بلده بجد، يطلع اقصى ما عنده، يعني يشتغل للبلد بجد. احنا دلوقتي خلاص، يعني انا شايف ان احنا دلوقتي اتحطينا على الطريق السريع، فلازم ندوس بنزين عشان ان شاء الله هنتقدم نتطور بشكل كبير ان شاء الله. ان شاء الله يا انتوا رب. كلكم متفائلين ان شاء الله أنا في